السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بخيط المكرمية المصري. شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه في الشنطة، وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يساعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 2 ملي. هشتغله بإبرة رقم 4 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا أو تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هشتغل الشنطة بتاعتي بغرزة الحشو الحراري أو الحشو المزدوج. الأفضل في الغرزة دي إن احنا نشتغلها بخيط رفيع على قد ما نقدر. طبعا احنا ممكن نشتغلها بأي نوع خيط حتى بخيط الكليم، بس الأفضل إن احنا نشتغلها بخيط رفيع بقدر الإمكان عشان الشنطة ما تبقاش تقيلة، لأن الغرزة دي مزدوجة. اسمها الحشو المزدوج، يعني السطر بيبقى سطرين مع بعض زي ما هنشوف كده من خلال الشرح. هبدأ بسم الله. هعمل عقدة البداية وهشتغل 22 سلسلة، وهنشوف مقاسهم كام سنتي. بسيب حوالي 20 سنتي من الخيط في البداية. لو مش حابين تسيبوهم مفيش مشكلة، أنا بحب أسيب المسافة دي عشان بشتغل عليها أول سطر، عشان كل الغرز يبقى شكلها زي بعض. بعد كده بعمل عقدة البداية وهشتغل 22 سلسلة. ال 22 سلسلة مقاسهم 18 سنتي بالظبط زي ما اتفقنا في البداية. لو حابين تكبروا المقاسات بتزودوا عدد السلاسل، ولو حابين تصغروا المقاسات بتقللوا عدد السلاسل. هتشتغلوا بالمقاسات اللي انتوا عايزينها. بعد كده برتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على ال 22 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 22 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. في الحلقة اللي تحت بسيب حرف الفي اللي هو وش السلسلة الأمامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا، وبقلب سلسلة البداية وبشتغل السطر الأول غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. الحلقة اللي تحت حرف الفي. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع اللي هي رقم 23 وبدخل في اللي قبلها في حلقة ظهر السلسلة. بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة بالشكل ده كده. بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين على الإبرة، 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو عشان الناس المبتدئين. بعد كده بكرر بنفس الطريقة على كل السلاسل. بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية. بدخل في السلسلة التانية في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الإبرة وحرف الفي تحت الإبرة. بسحب الخيط، أصبح معايا حلقتين، 1 2. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر سلسلة عند خيط البداية. وصلت آخر سلسلة عند خيط البداية هشتغل فيها آخر غرزة حشو. كده أنا اشتغلت أول سطر 22 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بقى الشكل زي ما انتوا شايفين، ده شكل الغرزة. حرف الفي اللي فوق ده راس الغرزة، راس غرزة الحشو. ودي سلسلة البداية اللي احنا اشتغلنا عليها في حلقة ظهر السلسلة، بيبقى شكلها كده. بعد كده هبدأ اشتغل السطر التاني، وهشتغل غرزة الحشو الحراري أو الحشو المزدوج زي ما اتفقنا اللي احنا هنشتغل بيها الشنطة. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. برتفع سلسلة في بداية كل سطر، برتفع سلسلة. ما ننساش السلسلة الارتفاع في بداية كل سطر عشان الشغل بتاعنا يبقى مظبوط. بعد كده بلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل السطر التاني. باخد طرف الخيط بتاع البداية ده بحطه كده على السطر الأول اللي أنا اشتغلته،
بحطه كده وبشتغل عليه السطر التاني كله. لو مش حابين تسيبوا المسافة دي كلها براحتكم زي ما انتوا عايزين، تقدروا كمان تسيبوا الخيط خالص، وبعد ما تخلصوا شغل في الشنطة بتنضفوه بإبرة التنظيف. انا هنضفه معايا تحت الشغل وهشتغل عليه غرزة الحشو الحراري بتاعة السطر التاني. نخلي بالنا هنشتغل الغرزة دي ازاي. انا عندي حرف الفي بتاع غرزة الحشو اللي هو ده كده، الامامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا. انا بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية لغرزة الحشو، وبروح على سلسلة البداية، بحط طرف الخيط ده كده وبعدي كده بالإبرة بتاعتي، بروح على سلسلة البداية أول غرزة برضو، وبطلع بالإبرة بتاعتي من منتصف حرف الفي، بطلع من الحلقة اللي هي دي كده المقابلة للحلقة اللي أنا دخلت فيها. نخلي بالنا تاني هشتغل غرزة الحشو تحت حلقتين، هي مختلفة بس عن غرزة الحشو العادية في المكان اللي احنا بنشتغل فيه. غرزة الحشو العادية بنشتغل تحت حلقة واحدة أو تحت حرف الفي اللي فوق. في الحشو الحراري بنشتغل في حلقة من السطر اللي فوق وحلقة من السطر اللي تحت. أنا هشتغل أول سطر بس بالطريقة دي كده في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو بتاعة السطر الأول اللي احنا اشتغلناها في سلسلة البداية، مع الحلقة الأمامية لسلسلة البداية نفسها. عندي كده دي حلقات سلسلة البداية اللي هي حرف الفي بتاع السلسلة، بشتغل تحت الحلقة دي كده اللي هي المقابلة لغرزة الحشو اللي أنا هشتغل فيها. هوضح لكم تاني، بدخل في منتصف حرف الفي هنا تحت الحلقة الخلفية للغرزة مع الحلقة المقابلة ليها تحت في سلسلة البداية كده، وهشتغل غرز الحشو كده. أنا معايا لفة على الإبرة كده، أنا معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي بتاع غرزة الحشو وتحت الحلقة الخلفية، وبعد كده طرف الخيط تحت الإبرة وبروح على سلسلة البداية أول سلسلة أنا اشتغلتها، بطلع بالإبرة بتاعتي من تحت طرف واحد بس من السلسلة، بطلع من منتصف حرف الفي. هشتغل على الحلقات دي كده حلقة واحدة بس من سلسلة البداية، بسحب الخيط من تحت الحلقتين اللي تحت واللي فوق، بقى معايا حلقتين على الإبرة، بسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. هي دي طريقة الغرزة، هكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لآخر السطر. دي الغرزة التانية، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية، وبعد كده فوق طرف الخيط بتاع البداية بخليه في النص، وبروح على السلسلة التانية، بطلع بالإبرة من منتصف حرف الفي تحت الحلقة الأمامية دي، بسحب الخيط من تحت الحلقتين وبشتغل غرزة الحشو. هكرر تاني الغرزة التالتة، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية لغرزة الحشو، بعدي من فوق طرف الخيط بتاع البداية بخليه تحت الإبرة، وبروح على الغرزة التالتة تحت في سلاسل البداية، بطلع بالإبرة من منتصف حرف الفي من تحت الطرف ده كده، بسحب الخيط من هنا ومن هنا من تحت الحلقتين وبعمل غرزة حشو. طريقة سهلة جدا ما فيهاش أي صعوبة. هكمل بقى بنفس الطريقة، بشتغل في الحلقة الخلفية اللي فوق مع الحلقة بتاعت سلسلة البداية تحت لحد ما أوصل آخر السطر التاني. وصلت كده آخر غرزة في السطر التاني، هشتغل آخر غرزة تحت الحلقة الخلفية فوق مع الحلقة اللي تحت بتاعت سلسلة البداية. كده أنا اشتغلت السطر التاني أول سطر في غرزة الحشو الحراري.
السطر الاول ده كان مجرد اساس اللي احنا اشتغلناها في سلسلة البداية. ده الشكل بتاع السطر التاني. دي الحلقة اللي هي باقية من سلسلة البداية، بيبقى شكلها كده. ودي الحلقة الأمامية بتاعت سطر الحشو الأول اللي احنا سبناها واشتغلنا في الخلفية، بيبقى شكلها كده. بعد كده بسحب طرف الخيط بريحه تحت الغرز وبقص الجزء الزيادة كده. أنا نضفت خيط البداية واشتغلت عليه السطر التاني كله عشان الغرز كلها يبقى شكلها زي بعضها. لو بسيب جزء صغير من الخيط في البداية وبشتغل عليه مثلا 4 غرز أو 5، بيبقى شكل الغرز مختلف عن الغرز اللي جنبها اللي احنا ما اشتغلناش عليها بخيط البداية. هي دي الفكرة من ان انا بسيب مسافة خيط بطول السطر الأول. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل. هبدأ السطر التالت. نخلي بالنا هنشتغل السطر التالت ازاي. هشتغل برضو في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو مع الحلقة الأمامية بتاعة السطر الأول اللي احنا سبناها. السطر التالت بشتغله في الحلقة الخلفية للسطر التاني مع الحلقة الأمامية بتاعة السطر الأول اللي احنا سبناها. احنا كنا سبنا الحلقة الأمامية بتاعة السطر الأول واشتغلنا في الحلقة الخلفية مع سلسلة البداية. في السطر التالت هنشتغل في الحلقة الخلفية للسطر التاني دي كده مع الحلقة الأمامية بتاعة السطر الأول اللي احنا سبناها تحت. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية بتاعة الغرزة الأولى في السطر التاني اللي احنا سبناها تحت، وبسحب الخيط من الحلقتين وبشتغل غرزة الحشو. بكرر على كل الغرز لحد ما اوصل آخر السطر. دي الغرزة التانية، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية بتاعة السطر التاني تحت بتاعة السطر الأول أسفة، وبشتغل غرزة الحشو. بكرر تاني الغرزة التالتة، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الحلقة الأمامية بتاعة السطر الأول اللي احنا سبناها تحت حلقتين، بسحب الخيط وبشتغل غرزة الحشو. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر السطر التالت. نخلي بالنا الحلقة الأمامية دي اللي احنا سبناها هنشتغل فيها السطر اللي بعد كده مع الحلقة الخلفية للسطر التالت. يعني بعد كده هنشتغل السطر الرابع في الحلقة الخلفية للسطر التالت مع الأمامية بتاعة السطر التاني اللي احنا سبناها تحت. كل حلقتين مع بعض بشتغل فيهم غرزة حشو كده. هكمل السطر التالت. وصلت آخر غرزة بشتغلها في آخر حلقتين. كده أنا اشتغلت السطر التالت، وده شكل الغرزة. دي الحلقات الأمامية بتاعت السطر التاني اللي احنا سبناها واشتغلنا في الخلفية، وده الشغل من الجنب التاني. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع. زي ما قلت لكم من شوية، السطر الرابع بشتغله في الخلفية بتاعة السطر التالت مع الأمامية بتاعة السطر التاني اللي احنا سبناها تحت. كل حلقتين مع بعض، الخلفية بتاعة السطر التالت فوق والأمامية بتاعة السطر التاني اللي احنا سبناها تحت. كل حلقتين قصاد بعض كده بشتغل فيهم غرزة حشو. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية تحت بتاعة السطر التاني، وبسحب الخيط من الحلقتين وبشتغل غرزة حشو. هكرر الغرزة التانية، بدخل في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية مع الأمامية بتاعة السطر التاني تحت، وبسحب الخيط من الحلقتين وبشتغل غرزة حشو. هكمل معاكم كمان السطر الرابع.
وصلت اخر السطر الرابع، هشتغل اخر غرزة في اخر حلقتين. كده انا اشتغلت 4 سطور. شكل الغرزة بدأ يبان. طبعا كل ما بنكرر السطور شكل الغرزة بيبان اكتر. شكلها جميل جدا. ده شكل السطر الرابع، ودي الحلقات اللي احنا سيبناها بتاعت السطر الثالث، الحلقات الامامية. سيبنا الحلقات الامامية دي واشتغلنا في الخلفية. وده الشغل من الجنب التاني. كده احنا اشتغلنا 4 سطور. بنعد السطور بالطريقة دي. بسيب سلسلة البداية، وعندي الحلقات الصغيرة دي كده بعد كده 2. يعني الحلقات دي كده اشتغلت سطرين. الحلقات اللي بعدها كده اشتغلت 4 سطور. بعد كده 2 4. دي طريقة عد السطور عشان ما تتلخبطوش. بسيب سلسلة البداية وبعد كده الحلقات دي كده 2. كده انا اشتغلت سطرين مع بعض، وهنا سطرين مع بعض، يبقى 4 سطور. بيبقى شكلها كده. وده شكل الشغل من الجنب التاني. بعد كده بكرر بقى بنفس الطريقة. برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ السطر الخامس. هشتغل بنفس الطريقة في الحلقات الخلفية للسطر الرابع مع الأمامية بتاعت السطر الثالث اللي احنا سيبناها تحت. اللي بعدها في الحلقات الخلفية للسطر الرابع الأخير ده مع الأمامية بتاعت السطر الثالث اللي احنا سيبناها تحت. كل حلقتين مع بعض بشتغل فيهم غرزة حشو. هكرر كده بنفس الطريقة. ما ننساش السلسلة الارتفاع في بداية كل سطر، وبرتفع بعدد من السطور على 22 غرزة اللي معايا. بشتغل رايح جاي، بوصل لاخر السطر الخامس، برتفع سلسلة وبلف الشغل، ببدأ السطر السادس، وهكذا. بشتغل رايح جاي وبرتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه او المقاس المناسب، وارجع لكم انا اشتغلت كام سطر، ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 66 سطر من غرزة الحشو الحراري على ال 22 سلسلة اللي انا بدأت بيهم، لحد ما وصلت لمقاس 37 سنتي في طول القطعة اللي انا اشتغلتها او الجزء اللي انا اشتغلته. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. الغرزة جميلة جدا ومتماسكة، مش محتاجة لأي بطانة او دعامة. ده شكل الغرزة. هنشوف كده المقاسات مع بعض بالمزورة. مقاس الطول 37 سنتي بالظبط، ومقاس العرض زي ما شفنا في البداية 18 سنتي. بكرر عليكم تاني، لو حابين تكبروا المقاسات بتزودوا عدد السطور في الطول، ولو حابين تكبروا المقاسات في العرض بتزودوا عدد السلاسل زي ما قلت لكم في البداية. ده كده شكل الجزء الاول بتاع الشنطة اللي انا اشتغلته. بخلي الجنب ده كده وش الشغل بتاعي. هقول لكم تاني ازاي بنعد السطور بتاعة الغرزة المزدوجة. ده كده الحلقة بتاعة سلسلة البداية اللي احنا سبناها، الحلقات بتاعة سلسلة البداية اللي احنا سبناها كده. بختار وش الشغل بتاعي في الجنب اللي فيه حلقات سلسلة البداية اللي احنا سبناها. وده كده شكل الجنب التاني، بيبقى عامل كيرف كده شوية. انا بختار الشكل او الجنب اللي فيه السطر ده كده مستقيم. ده شكل الغرزة. زي ما قلت لكم بنعد السطور كده. دي سلسلة البداية، ودي الحلقات الصغيرة دي كده السطور دي. بعد 2 4 6 8 10 12 وهكذا. كل سطر من دول، كل سطر من الحلقات الصغيرة دي بيبقى سطرين مع بعض. 2 4 6 8 10 لحد ما اوصل لاخر سطر انا اشتغلته. ده كده بيكون شكل اخر سطر احنا بنشتغله. بس انا لسه هعمل سطر غرز منزلقة. ده شكل الشغل من الجنب التاني اللي هو الجنب الداخلي. لو مش حابين تعملوا المنزلقة وتسيبوه كده زي ما انتوا عايزين، الجنب ده كده هيكون القلاب بتاع الشنطة اللي هركب فيه القفل بتاعي. فانا حابة ان انا اخفي الشكل ده كده. هشتغل عليه سطر من غرز المنزلقة. نخلي بالنا هنشتغل المنزلقة ازاي. برتفع سلسلة وبلف الشغل، وهبدأ اشتغل غرز منزلقة على 3 حلقات. الحلقتين بتوع السطر الاخير مع الحلقة بتاعت السطر اللي قبل الاخير. يعني بدل ما بشتغل في حلقتين بس، الخلفية والامامية اللي تحت، هشتغل سطر المنزلقة او سطر الحشو. انا هشتغل سطر حشو تحت الحلقتين بتوع اخر سطر او اخر غرزة حرف الفي. هنا حلقتين مع الحلقة اللي هي تحت، يبقوا 3 حلقات.
بدخل هنا كده تحت حرف الفي فوق مع الحلقة الأمامية تحت، هشتغل غرز حشو تحت ال3 حلقات مع بعض عشان اقفل الشكل ده كده واخفيه ما يبقاش باين عندي. لو حابين تسيبوه كده مفيش مشكلة زي ما انتوا عايزين. كده انا ارتفعت سلسلة، معايا حلقة على الإبرة، معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة هنا كده تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي بتاع غرزة الحشو مع الأمامية بتاعة السطر اللي قبله تحت. من تحت 3 حلقات بسحب الخيط وبشتغل غرز الحشو. الغرزة التانية هنا في الغرزة كلها تحت الحلقتين مع الحلقة اللي تحت بتاعة السطر اللي قبل الأخير، وبسحب واشتغل غرزة حشو. هكرر لحد ما اوصل آخر السطر. ووصلت آخر غرزة هشتغلها تحت ال3 حلقات. بعد كده باخد حلقة كده بثبت الخيط مش هقصه. ده كده شكل آخر سطر أنا اشتغلته، الشكل بتاعه مختلف من جوه خالص عن السطور اللي قبل كده. وده هيكون الجزء بتاع القلاب بتاع الشنطة اللي هنحط فيه القفل هنا كده. تمام. زي ما قلت لكم لو حابين تشتغلوا بدل الحشو منزلقة زي ما انتوا عايزين، لو حابين تقصوا الخيط هنا وتسيبوا شكل السطر قبل ما اشتغلنا عليه برضو زي ما انتوا عايزين. كده انا خلصت اول جزء من الشنطة. هسيب طرف الخيط مش هقصه عشان يمكن احتاج ازود سطر او اقلل سطر. انا بقول لكم اللي انا بشتغله بالظبط، لو حابين تشتغلوا زيي مفيش مشكلة، حابين تقصوا الخيط برضو زي ما انتوا عايزين. انا بسيب طرف الخيط بتاع الجزء ده كده ما بقصهوش خالص غير بعد ما بركب الجوانب بتاعه الشنطة. ده كده الجزء بتاع القلاب، عشان لو حبيت ازود سطر او اقلل سطر يبقى الخيط بتاعي معايا، ما اضطرش ان انا اوصل خيط جديد ويبقى عندي وصلات في الخيط بتاع القلاب او في الجزء بتاع القلاب. تمام. بخلي الجزء ده على جنب وهجيب طرف خيط جديد وهنبدأ نشتغل الجوانب بتاعه الشنطة. هنشتغل جوانب الشنطة ازاي؟ بعمل معاينة، بطبق كده الجزء ده وبشوف انا عايزة ارتفاع الشنطة قد ايه كده، والجوانب بتاعتها العرض بتاعها قد ايه برضو، وببدأ اشتغل الجوانب حسب العرض والطول اللي انا عايزاه. كده انا بعمل معاينة، بجيب برضو القفل بتاعي، القفل زي ده كده او اي قفل انت تستخدموه. بعمل كده وبشوف شكل الشنطة يبقى عامل ازاي بعد ما بشتغل الجوانب. كده انا شفت الوسع بتاع الجوانب كده بالنظر كده. هعمل 6 غرز سلسلة وهرتفع عليهم بعدد من السطور حسب طول الجوانب اللي انا عايزاه. يبقى انا بخلي كده الجزء ده على جنب وهجيب طرف خيط جديد وهبدأ اشتغل الجوانب بتاعة الشنطة كده. بجيب الخيط والإبرة، هشتغل الجوانب بتاعة الشنطة 6 غرز. بعمل عقدة بداية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الأول، هنشتغل الجنبين الصغيرين بنفس الطريقة مع الفرق ان احنا بنقلل عدد الغرز. بسيب كده مسافة صغيرة من الخيط وبعمل عقدة البداية وهشتغل 6 سلاسل زائد سلسلة ارتفاع. بعد كده بسيب السلسلة الارتفاع وبرجع على 6 سلاسل وبشتغل 6 غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الأول. كده انا اشتغلت اول سطر 6 غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. بعد كده برتفع سلسلة وهبدأ اشتغل غرزة الحشو الحراري. باخد معايا طرف الخيط ده برضو بشتغل عليه السطر التاني، معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية
مع الحلقة المقابلة ليها تحت في سلسلة البداية بسحب طرف الخيط من الحلقتين وبشتغل غرزة الحشو. كده انا اشتغلت سطرين، برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التالت. بقص بس الجزء الزيادة ده، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة هنا تحت الحلقة الخلفية مع الامامية بتاعة السطر اللي قبله. الغرزة اللي بعدها كده 3 4 5 6 اخر غرزة. كده اشتغلت 3 سطور، برتفع سلسلة وبلف الشغل. هبدأ السطر الرابع بنفس الطريقة في الحلقة الخلفية للسطر الثالث مع الأمامية بتاعت السطر الثاني تحت. وبكرر بقى بنفس الطريقة كده وبرتفع بعدد من السطور على الست غرز اللي معايا لحد ما اوصل لعدد السطور المناسب اللي انا هشبك فيه مع الجزء الكبير اللي انا اشتغلته. الجزء ده كده انا اشتغلت 4 سطور، برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر الخامس. بوصل اخر السطر برتفع سلسلة، بلف الشغل وببدأ السطر السادس وهكذا، وبشتغل رايح جاي وبرتفع بعدد من السطور على الست غرز لحد ما اوصل للعدد المناسب اللي انا هشبك فيه مع الجزء الكبير. وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونشوف المقاسات برضو مع بعض كام سنتي. انا كده اشتغلت 20 سطر من غرزة الحشو الحراري على الست سلاسل اللي انا بدأت بيهم. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. اخر سطر انا هشتغل غرز حشو تحت الثلاث حلقات زي ما عملنا برضو في الجزء الاول. برتفع سلسلة وبدخل معايا لفة على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة تحت الحلقتين تحت حرف الفي مع الحلقة اللي تحت 3 حلقات، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. الغرزة التانية تحت 3 حلقات برضو، التالتة، الرابعة، الخامسة، والغرزة الأخيرة رقم 6. كده أنا اشتغلت أول جنب من الجنبين الصغيرين. هقول لكم المقاسات كام سنتي. مقاس العرض 6 سنتي بالظبط، ومقاس الطول 13 سنتي. طبعا العبرة في الجنب ده كده أو في الجزء ده أو في الجنبين الصغيرين بعدد السطور مش بالمقاسات، عدد السطور اللي احنا هنشبك فيها. بعد كده ده هيكون وش الشغل بتاعي اللي هو ناحية بره، هيبقى بره الشنطة دي. كده سلسلة البداية، الحلقات اللي احنا سبناها من سلسلة البداية. بعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، واخر سطر اللي احنا اشتغلناه غرز الحشو يبقى 21 سطر. هيبقى الشكل كده. انا مش هقص الخيط، هثبته وبسيبه عشان التقفيل. هقفل بيه او هخيط بيه الجنبين الصغيرين مع الجنب الكبير. تمام. لو معاكم خيط كتير بنقص حوالي 2 من الخيط عشان التشبيك. كده انا خلصت اول جنب من الجنبين، هشتغل الجنب التاني بنفس الخطوات وبنفس الطريقة ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده اشتغلت الجنب التاني بنفس الخطوات وبنفس الطريقة زي ما اتفقنا. اصبح عندي الجنبين الصغيرين زي بعض بالظبط، وثبت هنا طرف الخيط. قصيت 2 من الخيط عشان الخياطة او التشبيك. هنا في الجزء الاول هثبت الخيط برضو وهقصه، بسيب حوالي 2 او 2.5 متر. بنسيب مسافة كافية عشان الخيط ما يقصرش معانا. وبعد كده بننضف الخيط الزيادة وبنقص الاجزاء الزيادة اللي احنا مش محتاجينها. بسيب كده حوالي 2.5 متر او 3 متر من الخيط.
وبثبت الخيط من اخر غرزة، بسحب الخيط كده من الحلقة الأخيرة دي كده. انا ثبت الخيط بتاعي وعندي الجزئين الصغيرين او الجنبين الصغيرين جاهزين على التشبيك. بعد كده هبدأ اعد الغرز بتاعتي وبحط علامات عشان اعرف هشبك في كام غرزة. ده الجنب الصغير. طبعا انا عندي 20 سطر او عندي 21 سطر، هشبك في 11 غرزة. بشبك في كل سطرين، بشبك غرزة واحدة قصاد كل سطرين. يعني زي ما قلت لكم كده احنا بنعد السطور 2 4 6 8 10 لحد 20. باجي هنا كده على الجوانب اللي هي قصاد الحلقات اللي احنا بنعد منها سطر الحلقات ده كده، وبشبك هنا تحت الحلقتين دول. عندي هنا شبه حرف في ده كده، عندي حلقة صغيرة تحتها حرف في الجنب، هنا حلقة صغيرة تحتها حرف في، يعني طرفين من الخيط. بشبك في حرف الفي ده كده. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دول قصاد ال20 سطر اللي احنا اشتغلناهم في البداية. وبعد كده اخر حلقة دي اللي هي بتاعت السطر رقم 21. يبقى انا هشبك هنا في الجنب ده كده في 11 غرزة، وعندي هنا تحت 6 اللي هما ال6 سلاسل، وفي الجنب التاني 11 غرزة. يبقى 11 و11 22 و6 28 غرزة. هشبك في 28 غرزة في الجنب ده وفي الجنب ده 28 غرزة. باجي هنا على الجزء الكبير وهبدأ أعد الغرز بتاعتي. طبعا الجنب اللي فيه الخيط ده هيكون القلاب بتاع الشنطة. بقلب كده وش الشغل بتاعي وبعد برضو بنفس الطريقة. قصاد كل سطرين عندي حرف في هنا كده. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا لحد ما اوصل للعدد اللي انا عايزاه في الجنب الصغير، الجنب ده كده. بعد كده عدد الغرز اللي انا عايزاها تمام، وبحط علامة هنا كده في الظهر بتاع الشنطة. بعد كده لو احتاجنا نزود بقى سطور معايا الخيط بتاعي، لو احتاجنا نقلل سطور في القلاب برضو معايا الخيط بتاعي. بجيب اول جنب من الجنبين الصغيرين وبلضم الخيط في ابرة التنظيف. هبدأ من هنا. طبعا احنا اتفقنا ان ده كده هيكون وش الشغل بتاعنا اللي هو خارج الشنطة، اللي هو فيه سلسلة البداية الحلقة اللي احنا سيبناها. ببدأ كده من كل سطرين قصاد بعض وبشبك. هبدأ من هنا من اول غرزة فوق اللي هي كانت سلسلة البداية هنا. كده اول غرزة هنا مع اخر سطر هنا. بعد كده هنزل عند حرف الفي اللي احنا اتفقنا ان احنا هنشبك فيه. اللي بعده عندي هنا حرف في تحت حلقتين او تحت طرفين من الخيط. حرف الفي كده شبه رقم 8، حرف في حرف في مع المقابل ليه في الجنب التاني.
انا كده وصلت عند العلامة الزرقاء وشبكت اخر غرزتين مع بعض. بشيل العلامة لان خلاص مش محتاجاها. بقى الشكل زي ما انتم شايفين ده شكل الخياطة او التشبيك. كده انا شبكت اول جنب من الجنبين الصغيرين في الجنب الكبير. بعد كده بدخل طرف الخيط جوه الشنطة، وهنضف طبعا الخيط الزيادة كله بإبرة التنظيف جوه الشغل تحت الغرز. ما زاد معايا خيط كتير. هقص كده الجزء الزيادة ده، برضو بسيب مسافة كافية عشان التنظيف. ده كده هنضفه جوه الشنطة عشان اثبت الشغل بتاعي اكتر. وبعد كده بجيب الجنب التاني بحط كده، وهبدأ تشبيك من الغرزة اللي فيها العلامة. هشبك كده كل سطرين مع بعض لحد ما اوصل هنا عند اخر غرزة في الجنب ده بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا كده. انا كده خلاص وصلت عند اخر سطرين في الجنب التاني وشبكتهم بإبرة التنظيف. كده انا شبكت الجنب التاني بنفس الطريقة. بعد كده بدخل طرف الخيط جوه الشنطة عشان هنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز من جوه. ده كده شكل الخياطة، شكلها جميل جدا. كده انا شبكت الجنبين الصغيرين. ده شكل القاعدة الجنب الاول، وده الشكل من جوه. شنطة واسعة جدا بالرغم من مقاساتها الصغيرة. بعد كده برجع للقلاب وبعمل معاينة. طبعا القلاب هنحتاج نزود عدد سطور عشان نوصل بالمقاس اللي احنا عايزينه، سواء هنا في النص كده او فوق او تحت شوية زي ما انتوا عايزين. هبدأ افك السطر الاخير اللي هو سطر الحشو اللي احنا اشتغلناه في الثلاث حلقات، وهكمل شغل عادي خالص بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها من البداية. احنا كده شبكنا في 56 سطر، 28 و28 يبقى 56، وفاضل عندي هنا 11 سطر. فكيت واحد منهم، بقى عندي 10 سطور، يبقى كده ال66 سطر اللي احنا اشتغلناهم في البداية. هرجع اكمل تاني بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها من البداية. بشتغل غرز الحشو الحراري في الحلقة الخلفية للسطر الأخير مع الحلقة الأمامية بتاعة السطر اللي قبله لحد ما اوصل بقى للمقاس المظبوط في القلاب بتاع الشنطة. كده أنا معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في الحلقة الخلفية للسطر الأخير مع الأمامية اللي تحت، وبشتغل عادي خالص بنفس الطريقة اللي بدأنا بيها. هشتغل كده عدد من السطور لحد ما اوصل لمقاس القلاب المناسب اللي أنا عايزاه. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل اخر السطر. برتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر اللي بعده وهكذا، وهكمل المقاس المطلوب للقلاب بتاع الشنطة. وبعد كده هشتغل اخر سطر خالص حشو في الثلاث حلقات زي ما عملنا في السطر اللي انا فكيته، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. انا كده زودت 10 سطور في القلاب بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها مع بعض في البداية خالص، زائد ال10 اللي كانوا معايا من الاول. اصبح العدد في القلاب عدد السطور 20 سطر. بعد كده هشتغل اخر سطر تحت الثلاث حلقات اللي هو السطر اللي انا فكيته. برتفع سلسلة وبدخل هنا في اول غرزة تحت الحلقتين مع الحلقة اللي تحت 3 حلقات بشتغل اخر سطر غرز حشو تحت الثلاث حلقات. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل اخر السطر، وبعد كده هقص الخيط وهنضف كل الخيوط الزيادة ونرجع نركب الاكسسوارات مع بعض. اشتغلت كده سطر الحشو الاخير تحت الثلاث حلقات زي ما شفنا قبل الفاصل، وقصيت الخيط بثبته، بسحبه من الحلقة اللي على الإبرة بلضمه في إبرة التنظيف، وهنضف الجزء الزيادة تحت السطر الأخير.
انا كده اشتغلت 34 سطر من غرزة الحشو الحراري على الاربع غرز اللي انا بدأت بيهم على الحلقة سهلة الفتح. واخر سطر انا اشتغلته في الثلاث حلقات زي ما عملت في الثلاث اجزاء بتوع الشنطة بالظبط. طول ال34 سطر 20 سنتي. لو حابين تزودوا الطول بتزودوا عدد السطور، ولو حابين تزودوا العرض بتزودوا عدد الغرز 20 سنتي بالظبط. بعد كده بقص الخيط وبثبته وهبدأ أشبك الدايرة التانية أو الحلقة التانية. اشتغلت كمان ايد للكتف بنفس الطريقة بس على حلقات بيضاوية او نص دايرة بنفس الطريقة، بس 3 غرز 1 2 3 بدل 4، يعني ارفع شوية في العرض من دي، وحطيت فيها سلسلة والجنشات. خلاص كده خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.